اهلا بيكم في ريفيوزات. النهارده هنعمل لكم تقييم تليفون هواوي ميت 8، احدث تليفون او الفلاج شيب اللي نزلته شركه هواوي مؤخرا. خليكم معانا. اول حاجه هنبص عليها في التليفون كالعاده هي التصميم، واول حاجه هنلاحظها في التليفون ده ان حجمه كبير، وده منطقي لان الجهاز ده فابلت، يعني بيكون حجمه بين التليفون وبين التابلت. اول حاجه هنلاحظها لما نبص على التليفون هنلاقي ان هو يوني بودي ومصنوع بالكامل من الميتال، ما عدا حته بلاستيك صغيره فوق وحته بلاستيك زيها في التليفون من تحت. حاجه ثانيه برضو خدنا بالنا منها ان سمك التليفون قليل جدا بالنسبه لحجمه وبالنسبه للبطاريه بتاعته. الحاجات الكويسه برضو اللي لاحظناها في التليفون ان حجم الشاشه بالنسبه للتليفون كويس جدا، وده لان حجم البيزلز او الحواف اللي بتبقى على اطراف التليفون قليل جدا، وده بيدي مساحه للشاشه انها تاخد مساحه كبيره من التليفون. لو جينا نبص على الفتحات اللي في التليفون هنلاقي ان من فوق في فتحه السماعات والنويز كانسليشن مايك. لو بصينا من تحت هنلاقي ان في فتحه الشاحن والسبيكر او السماعات بتاعه التليفون، وزي ما شركه هواوي عودتنا على الناحيه الثانيه في فتحه مش سبيكر ولكن هي معموله علشان الشكل الجمالي للتليفون. لو بصينا على التليفون من ناحيه اليمين هنلاقي ان في الباور بutton اللي بيقفل التليفون وبيشغله، وفوقيه على طول في الفوليوم روكر اللي بيعلي الصوت وبيوطيه. اما لو بصينا من ناحيه الشمال هنلاقي فتحه السيم كارد والميموري كارد، وهنا انت قدامك يا تختار تشغل 2 سيم كارد او واحد سيم كارد وواحد ميموري كارد. لو جينا نبص على ظهر التليفون هنلاقي ان في الكاميرا موجوده فوق، وهنلاقي على شمالها في الدول فلاش، وتحتها في الفينجر برينت سنسور. وملاحظين ان الكاميرا والفينجر برينت سنسور على شكل دائري، واحنا شايفين ان ده مدي شكل شيك جدا ومختلف للتليفون. شاشه التليفون حجمها 6 بوصه، وده حجم للناس اللي بتحب الاحجام الكبيره هيكون حجم كويس جدا، خصوصا ان الشاشه زي ما قلنا حجمها كبير بالنسبه لحجم التليفون. الشاشه 2.5 دي، ودي بتدي للتليفون وللشاشه كيرفات بتخلي ممسها على الايد كويس جدا. الشاشه مصنوعه بتقنيه IPS LCD وبدقه فول اتش دي 1980 في 1020 وكثافه بيكسلز 368 بكسل لكل بوصه. كمان الشاشه متغطيه بطبقه جوريلا جلاس 4 علشان تحميها من الخدش. من تجربتنا للشاشه لقينا ان زوايا الرؤيه بتاعتها حلوه جدا، فتقدر تشوف فيلم بسهوله او فيديو مع اصحابك، ده كمان بيساعد عليه حجم التليفون الكبير. كمان الوان التليفون ودرجات وضوح الابيض والاسود فيه كانت حلوه جدا. كان في بعض الناس بتشتكي ان الشاشه دي مش سوبر اموليد او مش 2K، ولكن زي ما احنا قلنا قبل كده في ريفيوهات ثانيه لتليفونات هواوي ان شركه هواوي مش بتحب تستخدم الشاشه السوبر اموليد علشان يحافظوا على استهلاك البطاريه ويخلوا سعر التليفون في الحيز اللي الناس تقدر تدفعه. طبعا هيكون في فرق بين الشاشه دي والشاشه السوبر اموليد، بس مش الفرق الكبير اللي ممكن يضايقك. نظام التشغيل الموجود في التليفون هو اندرويد مارشميلو 6، وده احدث نظام تشغيل نزلته شركه جوجل. اما بالنسبه لواجهه المستخدم فهي ايموشن يو اي 4.0، ودي احدث واجهه مستخدم نزلتها شركه هواوي، ودي بتتميز بشويه حاجات جديده ما كانتش موجوده في النسخه القديمه، زي شكل المنيو بتاع المالتي تاسكينج او في سرعه المالتي تاسكينج نفسها اللي اتغيرت تماما عن النسخ القديمه وبقت اسرع بكتير جدا. من الحاجات برضو الموجوده ومتعودين عليها من قبل كده في واجهه المستخدم دي ان مفيش اب درور، هنلاقي كل الابلكيشنز زي ما احنا شايفين موجودين في حته واحده على الديسكتوب، وانت بقى بتعمل فولدرز وتحط الابلكيشنز اللي انت عايزهم مع بعض براحتك. تاني حاجه ممكن نشوف النوتيفيكيشن بار ان هي بتكون متقسمه 2، واول جزء منها بيكون متقسم على شكل التايم لاين وده فيه نوتيفيكيشنز، وتاني قسم بيكون هو الشورت كاتس او الحاجات اللي انت هتحتاج تدخل عليها. تالت حاجه ان فيها بعض الجستشرز الموجوده، ان انت تاخد سكرين شوت عن طريق ان انت تضغط مرتين بعقله الصباع او بالنقل، بس محتاجه يعني ضغطه تكون جامده شويه. احنا بعد ما جربناها من ثالث مره اشتغلت معانا. ممكن تاخد سكرين شوت لجزء بسيط من الشاشه زي ما احنا شايفين بالطريقه دي، وبعدين تشيره مع اي حد من اصحابك. ومن الحاجات الثانيه الموجوده هي خاصيه المالتي تاسكينج، وبرده بتعملها بالنقل او بعقله صباعك، بتدوس عليها مره وبعدين بتشد ناحيه اليمين، وده بيفتح لنا المالتي تاسكينج، وهو شكله حلو جدا. بس احنا شايفين ان هو مش فعال في حاجه معينه، ان هو بيكون محدد لك مجموعه معينه من الابلكيشنز هي دي بس اللي تقدر تشتغل بيها، وكل الابلكيشنز دي هي بيلت ان اصلا في التليفون بتاعت شركه هواوي. يعني مفيش مثلا فيسبوك، مفيش انستجرام، مفيش اي سوشيال ابلكيشنز تقدر تشتغل عليها في الشاشه بتاعت المالتي تاسكينج. حتى لو عملت اد علشان تضيف الابلكيشنز مش هتلاقي غير الاختيارات الموجوده اصلا. فاحنا شايفين ان شركه هواوي ممكن تطور شويه على الخاصيه دي علشان تكون اكثر فعاليه. البروسيسور الموجود في التليفون هو كيرن 950 اوكتا كور، 1.8 جيجا هرتز سكواد كور و2.3 جيجا هرتز سكواد كور. في استخدامه للالعاب كان في كفاءه كان في كفاءه كبيره جدا، سواء في الالعاب الثقيله او في المالتي تاسكينج، وده متوقع منه لانه هو الفلاج شيب او اعلى تليفون موجود دلوقتي من شركه هواوي. شايفين ان هو فعلا اداؤه في الالعاب كان ممتاز،
حتى واحنا مشغلين ابلكيشنز كتيره في الباك جراوند. الموبايل موجود منه نسختين، نسخه 3 جيجا بايت رام ومساحه التخزين بتاعتها 32 جيجا بايت، والنسخه الثانيه 4 جيجا بايت رام ومساحه التخزين بتاعتها 64 جيجا بايت، والاثنين بيدعموا ميموري كارد لحد 128 جيجا بايت. فالتليفون من ناحيه الاداء هيكون اكتر من ممتاز بالنسبه لك. وزي ما احنا شايفين ده تقييم الجهاز على انتوتو بنش مارك، واخد 92,000 نقطه 746، وهو اعلى جهاز موجود في الرانك بتاع انتوتو، ومعدي اجهزه كتيره زي ون بلس 2 واتش تي سي 1 ام 9 وال جي جي 4 والجالاكسي نوت 5. بطاريه التليفون 4000 ملي امبير، ولو استخدمت الجهاز متواصل على الواي فاي هيقعد معاك من حوالي من 9 ساعات ل 10 ساعات. ومن الحاجات الكويسه الموجوده في التليفون ان في 3 اوضاع للبطاريه. اول وضع هو الوضع العادي، والوضعين التانيين للحفاظ على البطاريه، وهما الوضع السمارت والوضع الالترا. كاميرا التليفون الخلفيه 16 ميجا بكسل، والسنسور الموجود فيها متقدمه شركه سوني، وده بيدي جوده للكاميرا ممتازه. الكاميرا فيها اكتر من مود، زي اول حاجه اللايت بينتنج اللي هنجربه لحضراتكم في اخر الفيديو، تاني حاجه البيوتي مود وده اللي بيشيل الرطوش الموجوده في الوش، والفوتو وده تصوير الصور العادي، والفيديو وده تصوير برضه الفيديو العادي، والتايم لابس اللي بيستخدموه مصورين الفيديو عشان يصوروا المناظر الطبيعيه او السماء. هنلاحظ برضه ان التليفون فيه كذا فلتر جايين معاه علشان يوفروا عليك الايديتنج، دي حاجه موجوده في كل التليفونات. والفلترز اللي هنا شايفينها هي نفس الفلترز المعتاده، ده مفيش جديد قدمته شركه هواوي فيها. لو جينا نبص على المنيو هنلاقي ان في اكتر من حاجه زي البانوراما او السوبر نايت لو انت هتصور في الاضاءه الليليه، والاتش دي ار، والاول فوكس، الووتر مارك، في الدوكيمنت ادجستمنت ان انت بتعمل بيها سكان للدوكيمنتس الموجوده عندك لو انت حابب تبعت دوكيمنت لحد. بالنسبه للكاميرا الاماميه فهي 8 ميجا بكسل، والسنسور اللي فيها برضه من شركه سوني، وده بيخلي الكاميرا الاماميه جودتها فعلا اكتر من ممتازه، تكاد تكون احسن من معظم الكاميرات الاماميه الموجوده في السوق، واحسن من بعض الكاميرات الاساسيه الموجوده في السوق. واحنا دلوقتي هنعرض لحضراتكم شويه صور احنا مصورينها بالتليفون، سواء في الاضاءه المنخفضه او في الاضاءه العاليه، سواء لحاجات ماكرو صغيره او لمناظر طبيعيه، علشان تشوفوا بنفسكم اداء الكاميرا وتحكموا عليه. كمان الكاميرا فيها او اي اس، وده بيزود من ثبات التصوير في حالة تصوير الفيديوهات، وهنلاقي ان احنا في تصوير الفيديوهات ممكن نصور بدقة 1080 فول اتش دي 60 فريم في الثانية، وده هيساعدك لو انت حابب تعمل سلو موشن بعد كده، بس للاسف مفيش تصوير 4K. تليفون هواوي ميت 8 هو احدث تليفون نزلته شركة هواوي، وهو تليفون ممتاز من ناحية الاداء ومن ناحية الكاميرا ومن ناحية التصميم، زائد ان احنا شايفين ان سعره مناسب جدا للسوق المصري. ده كان تقييم تليفون هواوي ميت 8. لو عايز تشوف تقييمات ومقالات تانية ادخل على موقعنا ريفيوزات.com، تابعنا على فيسبوك وتويتر وانستجرام ريفيوزات. كان معاكم احمد مغازي، سلام.